الكرام، أهلا وسهلا بكم. عدنا إليكم من جديد، وينضم إلينا الآن مراسلنا من قنيطرة الأخ أبو عمر الجولاني. أهلا وسهلا بك أخي الكريم أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. بداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والنصر لثورتنا. نعم، تتعرض قرى محافظة القنيطرة قصف عنيف من مدفعية الدبابات والهون من قيادة لواء 90 متمركزة في بلدة الكوم وتل إشعار الذي يقوده المجرم زهير الأسد. يتركز القصف على قرى جباث الخشب وطرنجة ومسحرة وجبة. وفي صباح اليوم شهدت قرية مسحرة قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة والهون. كما قامت دبابات النظام من جهة جبة ونبع الصخر معززة بما لا يقل عن 50 سيارة نقل جند باقتحام قرية مسحرة، حيث قاموا بإطلاق عدة قذائف على مسحرة وقاموا بإطلاق الرصاص بكثافة على وسط البيوت دون أي إنذار، مما أدى إلى نزوح الأهالي وقاموا بإحراق أحد البيوت كحركة انتقامية من أهل البيت، وكل هذا بحجة خطف أحد الضباط وادعاهم بوجوده بهذه القرية. أما بالنسبة لقرية جبة، قامت عصابات الأمن والشبيحة المتواجدة في تل إشعار بإطلاق عدة قذائف على الطريق الواصل ما بين قرية جبة ومسحرة. كما تم سقوط قذيفة على منزل من منازل هذه القرية، مما أدى إلى نشوب حريق في هذه المنزل. كما قام أبطال الجيش الحر التابع للمجلس الثوري العسكري في محافظة القنيطرة بمساندة كتيبة أحرار حضرت التي تعرضت لهجوم من قبل عصابات الأسد وشبيحته، وتم بعون الله تعالى أخ أبو عمر. فقدنا الاتصال مع مراسلنا أبو عمر الجولاني من مدينة القنيطرة